السلام عليكم متابعين مطبخ أم البيت، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير صحة وسلامة. رجعنا لكم فيديو جديد بعيد عن طبخ وعلى المطبخ. راح نروح احنا وياكم على المتحف الوطني والأثري الموجود بالزاخو. وبالبداية نشكر كاك مسعود البرزاني والأستاذ قهدار شيخو على الجهود والنجاح اللي قدموه على نجاح هذا المتحف. وبالإضافة نشكر كادر حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني على هذه الجهود البذل. وهسه راح نفوت وياكم على المتحف ونشاهد كل شيء قديم وأثري. بالبداية راح نقدم وعندنا هنا هذا يخلون على الراس وقت المناسبات خواتنا الكرديات. عندنا هنا الصندوق اللي كانوا يستعملون يخلون بيه أغراضهم. شوفوا مكتوب صندوق خشبي قديم تقريبا وقت 1920. وعندنا هنا الخنجر أو الخناجر والدرع وسيف الإسلام، مكتوب عليه سيف الإسلام. شوفوا هي هاي السيف الإسلام المكتوب عليهم، مو سيف واحد إنما عدة سيوف. وهسه راح نروح على الأسلحة القديمة. شوفوا هو هاي الأسلحة القديمة كانوا يستعملوه ما أدري وقت العثمانيين، هم وقت 1000 تقريبا 800 قبل نهاية 1900 1900. هي هاي الأسلحة كان يقدموها أو يحاربون بيها طبعا. هذا هم بعض من الأسلحة القديمة. هاي تقريبا 1930 أو 20 مكتوب بيها، بس تقريبا أنا ما قريت كل المكتوب. وهاي الأدوات الصيد، شوفوا ايش قد حلوين، كانوا يستعملوه بالصيد. طبعا متحف حلو ومرتب وحيل كبير. وهذولا مال الزرع أو مال الحصاد مقتنيات. وهذا هذا كانوا يخلون بيها ماي. وهذا مال وزن كانوا يوزنون بيها. هاي مال حصاد. وهذا مال حرث مال قديم. هاي كانوا يطلعون بيها حنطة أو شعير. وهاي عندنا مكتوب جرجر، كانوا يطحنون بيها السنبل. هذا سرج مال حصان. وهاي كان يخلون على الرقبة مال الحصان من كان يسحب الجرجر. هاي مسوين غزال من حديد. شوفوا مكتوب جرجر. هاي مال قوالب الطين من خشب. هاي للمنخل. وهاي كان يسحبوها على فوق بيوت الطين، كان يعدلون البيوت السقف مال البيوت الطين. وهاي المحجل قديمة.
هاي الفناجين القديمة، طبعا احنا عندنا وحدة من عنده بالبيت نسميه السماور، وهذا الجداري والتفجير القديم، الهاونات الصغار والكبار، والدلالي مع القهوة القديمة، حتى الأباريق. وهي عندنا كان يطحنون بيها الحنطة أو يسوون بيها برغل والجريش، يعني مطحنة. حتى الكراسي القديمة شوفوا كيف حلوين، المكتوب الاسم والتاريخ ووقت الصنعوه. هاي مع الاسطوانات ومع آلات التسجيل، هم بيها آلات تسجيل، والراديو قديم. شوفوا آلة التسجيل. كل هذه الأغراض كان يصنعوه من الصوف، المكاين القديمة، مكاين الخياطة، حتى الملابس كان يلبسوها في قديم الزمان. شوف ايش قد حلوين. حتى الخرز، حتى النقود اللي كان ينصنع من الحديد بالعراق، طبعا بعدها موجودة بغير دول هذا النقود. بس هذا الشيء ما عرفته شنو، شيء صغير، يعني أنا قلت يمكن دودة القز.
وهي هالفيديو اللي قدمناها لكم فيديو في متحف. طبعا هي هاي يمكن لا، أم الآلهة، مكتوب أم الآلهة مع الأخراز ومقتنيات هذا المتحف. وهالصورة قديمة. وهسه راح نروح على غير جهة من المتحف. هاي مكتوب عليه طوب. الأواني الفخارية، شوفوا، والأحجار. هاي الحجر مكتوب عليه رقم 6، وهذا الحجر، وهذا الأحجار الصغار والكبار. طبعا هاي جايبيها من الجبال. متحف جميل وممتع. تحسب نفسك انت عايش وياهم. من تشوف هيجي أغراض أثرية تحسب نفسك انت عايش وياهم. الخرائط ومقتنيات المتحف الأثري في زاخو. ونشكر جميع الكوادر ساهموا في إنجاح هذا المتحف. طبعا السياح يجون عليه من الدول، من جميع المحافظات العراق، حتى يشاهدون هذا المتحف المميز. كل شيء جميل هي بيها. أي شيء تريد قديم هي بهالمتحف. يعني ما مخلين شيء قديم لو ما مخلين بهذا المتحف. وهنا مخلين صور عن الأماكن القديمة في زاخو. وأتمنى الفيديو اللي صورناها في متحف التراثي في زاخو تعجبكم وتعجب متابعيني. وانتظرونا فيديو ثاني.